السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بيكم. النهارده هنتكلم إن شاء الله عن topic جديد ألا هو الsemantic versioning. مبدئيًا قبل ما نخش في الموضوع ده أنا عارف ممكن يكون أغلبكم عارف الكلمات المشهورة عن الmajor والminor والpatch versions، بس مش ده اللي إحنا جايين نتكلم عليه النهارده. إحنا جايين نتكلم عن موضوع advanced شوية هيساعدك كتير. طيب إحنا ليه أصلًا هنتكلم عن الموضوع ده؟ والله فهمك للsemantic versioning ولشكل الversion اللي مكتوب عندك في الdependency manager، سواء تستخدم مثلًا composer، npm، yarn، pip في بايثون، pub في flutter أو whatever الdependency manager اللي أنت بتستخدمه. ده هيساعدك إن شاء الله تخلّي الdependency manager يفهم طريقة update الpackages بتاعتك. عايز تupdate package لversion معين، عايز تضمن إن ما فيش version معين هنوصل له عشان في breaking changes حصلت والتفاصيل دي كلها. الversions أو الsemantic versioning هتبقى حاجة زي كده. ممكن يكون في أنواع تانية أكيد، بس إحنا هنتكلم عن الحاجات الimportant أو المهمة أو اللي أغلبنا بيشوفها كل يوم في شغله. ده version بسيط خالص، package عايز الversion رقم 3، 4، 7، 100، أو عايز أكبر من أو يساوي كذا، أو 2 wild card أو كل الأشكال اللي هنتكلم عنها إن شاء الله. بس قبل ما نتكلم عن ده عايز بس أدّي brief بسيط عن ماهية الأرقام دي. يعني الأرقام دي إحنا كلنا عارفين أو الغالب عارف إن هي بتعبّر عن major وminor وbatch. يعني لو خدنا الversion ده 3، 4، 7 وجينا كده وقُلنا، ف3 ده هيعبّر عن الmajor version. الmajor هنا مقصود بيها features جديدة اتضافت، bug fixes وbreaking changes. breaking changes مش شرط خالص، بس بنسبة كبيرة ده اللي بيحصل في الmajor version. بمعنى عندي interface مثلًا ما بقتش موجودة، class اسمه اتغيّر، function أو method اسمها اتغيّرت خالص، الparameters ترتيبها اتغيّر في الmethod. آآ الtype بتاع الparameter نفسه من int بقى string. ففي حاجة معيّنة أنا لو عملت install للpackage دي وشغّلت الproject من غير ما أعمل test ولا أغيّر يعني أنا كمان في الchanges عندي، الsystem بتاعي هيحصل له break، هيحصل مشاكل، تمام، هيcrash. الminor version هو الرقم اللي هو التاني اللي هو زي رقم 4 ده، تمام. ده برضه ممكن يبقى فيه new features عادي، ممكن يبقى bug fixes، بس بشرط إن الchanges اللي فيه ما تكونش هتبريك السيستم بتاع الناس اللي هم عاملين install للpackage دي. خُد بالك، أنا باتكلم على اللي المفروض يحصل من الmaintainers بتوع الpackages، لكن ممكن يكون في واحد مش فاهم حاجة ده أصلًا وعامل package ويالّا أي update وراح عامل version جديد وخلاص، تمام. فأنت أصلًا ما تضمنش حاجة زي كده. لذلك إن شاء الله هيبقى فيديو تاني نتكلم فيه عن معايير اختيارك للpackages عشان تعمل لها install في السيستم بتاعك، تبقى ضامن إن دي package فعلًا أقدر أعتمد عليها وأنزّلها عندي. طيب آخر حاجة، آخر رقم معانا هو الpatch version، وده بيكون تعديل بسيط bug fixes security issues حصلت وحصل لها fix والكلام ده كله. ودايمًا يُفضّل إنك تخلّي الdependency manager بتاعك دايمًا يعمل update للpatches وينزّل أحدث حاجة في الpatches versions. طيب إحنا بعد ما عرفنا الأساسيات دي الmajor والminor والpatch، تعالَ بقى نرجع ونشوف معاني التف ال 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 الأشكال دي كلها للpackages. تعالَ نفتح الcomposer JSON، هنفترض ده package JSON، composer JSON، أي حاجة عندك. لو خدنا أول operators معانا وباقول له مثلًا PHP أكبر من أو يساوي 8، 1، تمام، أو Axios أكبر من أو يساوي 1، 0 وأقل من 2، 0، 0. بُص، يعني باختصار الoperator ده كلنا عارفينه، هو operator عادي خالص أكبر من أو يساوي، وأقول له معناها اعمل install لأي version جديد من الPHP بشرط إنه يكون أكبر من أو يساوي 8، 1. معاك بقى من 8، 1 وأنت طالع، 8، 1 و2 و3 و9 و10 و20 و100 و500. أي package أو أي version جديد نزل من الPHP وأنت عايز تعمل update الproject بتاعك، فالdependency manager أوتوماتيك يقدر يجيب كل الversions اللي فوق ده أو يساويه. نفس الموضوع ممكن تقول له أنا عايز Axios بس بشرط أي updates تحصل بين 1، 2، 0 و2، 0، 0 أقل من، خلي بالك، مش يساوي، فأنت 2، 0، 0 مش معانا، يعني من أول 1، 2، 0 لغاية ما أنت طالع 1، 9، 9 1، 9 دوت 9، 9، 9 ساعات زي ما أنت عايز يعني. يعني أيًا كان لغاية أهم حاجة قبل 2.0.0 ما تعملوش update، تمام. فده ده ده دي دي operator عادي خالص كلنا بنستخدمه كل يوم في البرمجة أصلًا، وده بيساعدك إنك تعرف الdependency manager أنا limited بين ال2 versions دول. وخلي بالك ده ممكن تعمل كده، ممكن تقول له يساوي بس، يعني عايز بس الversion ده، فمهما تعمل update عندي ما تعملش update ما تطلعش برّه الversion ده، تمام. فأنت ممكن تحط أي ممكن تحط بقى أكبر من أو يساوي وأقل من أو يساوي وأقل من أكبر من زي ما أنت عايز. ده كان الoperator الأولاني. الoperator التاني اللي هو إحنا بنسميه عندنا في الasterisk أو هُم بيسموه الwild card، معناها إنك بتقول له في المكان اللي فيه الasterisk دي أو الstar دي أي version جديد مسموح. بمعنى أنا مثلًا في الpackage دي الsymbol.env باقول له 3، 4 dot
استرسك او وايلد كارد دي معناها ان اي فيرجن، اي باتش فيرجن، خد بالك باتش، اي باتش فيرجن هنا موجود او نزل جديد او حصل له ابديت اعمل له انستول عادي. يعني 3 4 1 3 4 2 3 4 3 4 5 6 وهكذا، طول ما انت طالع، طول ما انت جوه الماينور فيرجن اللي هو 4، في اي باتش فيرجن جديد تقدر تعمل له انستول مفيش مشكله، مش هقول لك لا. طيب لو جيت بقى غيرنا الوايلد كارد دي او الاوبريتور ده حطيناه في الماينور فيرجن، معناها ان اي ابديت تحصل داخل الميجور فيرجن اللي هو 2 اعمل له انستول. يعني ده ممكن يجيب 2.1.1 2.1.5 2.3.7 2.8.2 اي ابديتس او اي فيرجنز جديده بعد جوه الميجور فيرجن اللي هو 2 اعمل له انستول عادي. دي بقى اخطر واحده موجوده، ممكن بتقول له هنا بشكل عام ستار استريسك وايلد كارد، فاي فيرجن اعمل له انستول، اي فيرجن جديد. ده بقى الميجور ماينور باتش ايا كان، طبعا ده خطيره جدا ولازم تبقى اوير انت بتعمل لمين، دي اكستنشن ولا باكيج ولا ايه بالظبط. ده كان الاوبريتور الثاني. الاوبريتور الثالث اللي هو بيسموه الدلتا، اللي هو ده هو قريب شويه من الوايلد كارد بس هنحاول نوضحه يعني. بتقول ليه باختصار خالص، بتقول له ان اي باتش فيرجن جوه الواحد 4 بس بشرط ما يكونش اقل من 2. يعني هنا المثال ده معناه ان الباكج دي الاس ال باندل هتقدر تاخد من اول 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 وهكذا وانت طالع لغايه 1 4 9 او لغايه قبل 1 5 0، واخد بالك. طب ايه الفرق بينها وبين دي مثلا؟ دي انا بتقول له ان اي فيرجن ممكن يجيب 1 4 1، لو كان مثلا دي 1 4 0 ممكن يجيب 1 4 1 معانا، تمام. لكن هنا انت بتقول له انا بس من اول 1 4 2 ليه؟ لان على سبيل المثال مثلا في سكيورتي ايشوز اتحلت في الفيرجن اللي هو 1 4 1 وحصل ريليز ل 1 4 2، فانا منطقي مش هينفع ارجع ل 1 4 1، او بمعنى صح انا مش محتاج 4 1 اصلا، يعني مش هينفع يبقى عندي في السيستم لكن في سكيورتي ايشو اتحلت، فانا مستحيل اكون بستخدمه. فانا بقول له دلتا 1 4 2، اي حاجه بقى بعد ال 4 2 اعملها انستول مفيش مشكله. طيب 1.2 برضه انت ممكن، طبعا دي مش بتستخدم كتير بس يعني وجودها يبقى نشرحه. 1.2 بقول له ان اي مايلور او باتش فيرجن جوه ال 1.2، فممكن ياخد 1.3.5 1.4.6 1.7.8 وهكذا، تمام. هي اشبه ب 2.0 بس زي ما قلنا ان هنا انا ليميتد ان ما ينفعش انزل عن 1.2.0، ما ينفعش انزل عن كده، فاي حاجه بعد 1 2 اعمل له انستول مفيش مشكله. اخر اوبريتور معانا هو الكاريت اوبريتور اللي هو بالشكل زي ما انت شايف كده. ده معناه ايه؟ بقول له ان اي ماينور او باتش فيرجنز داخل الميجور ده في كل الاحوال ما تعملش ابديت للميجور فيرجن. يعني مثلا هنا كده في الباكج دي بقول له اي حاجه جوه الفيرجن رقم 4 اعمل له انستول، يعني نزل مثلا 1 4 3 2 اعمل له انستول، 4 5 7 اعمل لها انستول، 4 8 3 4 8 95 اعمل لها انستول. طب 5.0 لا مش هينفع، مش هيعمل لها انستول ليه؟ عشان انا عم محدده بالكارت، فبقول له اي حاجه ماينور او باتش جوه الميجور ده. الكارت ده بيستخدموه كتير في الفريم وركس او الحاجات الكومن زي مثلا هنا لارافيل فريم ورك، فبنقول له ايه؟ بقول له 12 الفيرجن رقم 12.0 وكارت. الكارت ده معناها ايه؟ اي ابديتس تحصل او اي فيرجنز ماينور او باتش جوه الفيرجن الاساسي اللي هو ال 12 اعمل له انستول. ليه؟ لان انا بكره لو نزل الفيرجن 13 هيحصل بريكنج تشينجز فيه، ممكن يعني بالنسبه كبيره ممكن يحصل، تمام. فانا مش هينفع اروح اقول للديبندنسي مانجر اقول لك اعمل ام بي ام انستول او قصدي ام بي ام ابديت مثلا تروح تنزل لي 13 فهتلاقي جينا السيستم كله بقى بيكراش، مش هينفع. فانا الكارت ده ميزته ان انا بس محتفظ بالميجور، ويا باشا عيش حياتك في الماينور والباتش زي ما انت عايز، تمام. فانا زي ما قلت لك كده فهمك للاوبريتورز اللي موجوده هنا في الديبندنسي مانجر يقدر يخليك انت ضامن وفي السيف سايد. انا عارف ان مش هطلع من الفيرجن ده، وعارف مثلا ان الاكسيوز الفيرجن الحالي من 1 لغايه 2 انا تمام معاه، فانا مش عايز اطلع بره الاثنين بس في نفس الوقت عايز كل حاجه جوه الفيرجن واحد، فتمام. فانت الديبندنسي مانجر افهم السيمانتك اللي انا كاتبه ده وما تطلعش براه، انت ليميتد وريستريكتد باللي مكتوب قدامك. استخدم بقى الكارت قصدي الاوبريتورز زي ما انت عايز. طيب في حاجات تانية غير الوايلد كارد والتيلدا والكارت، زي مثلا الفا وبيتا وار سي اللي هو الريليز كانديديت. الالفا لا ينصح اطلاقا ان حد يسطبها في برودكشن ابلكيشنز، تمام. الالفا معناها ان احنا بنديفلوب يا جماعه حاجه جديده، وده بس كده حاجه بنتست بيها وعايزين نشوفها، حتى ما تعملهاش تيست بشكل كامل، فاحنا مش ضامنين اي حاجه مشكله تطلع انت المسؤول عنها. البيتا بيقولوا هي مور ستيبل،
بس برضه still أنا ما اقدرش اعتمد عليها في الproduction نهائيًا. خُدها جرّب بيها side projects ادّينا feedbacks الكلام ده كلّه ده. الRC معناها هي الpre release حاجة شبه الpre release، إحنا يعني جاهزين نطلع release من الpackage دي بالversion 1.0.0 بس برضه still إحنا محتاجين feedback مثلًا، فدايمًا يعني زي ما قُلت لك أنت يُنصح إنك تركّز على الbatch versions إلا إذا أنت عارف إن في updates جديدة أو features جديدة نزلت في الminor وأنت محتاجها، برضه راجعها. تالت حاجة حاول تavoid الmajor versions إلا إذا كنت ضامن 100% وواثق وقرأت الdocumentation وعارف الفروقات اللي حصلت والbreaking changes وغيّرت الكود بتاعك according to الchanges اللي حصلت دي. بس فأتمنى إن أنت تكون فهمت الجزء بتاع الsemantic versioning وفهمت الdependency manager بيفهم إزاي الpackage. يعني أنا عايز أقول لك مثال الLaravel framework ده مثلًا لو خدت بالك أنا باقول له الcaret 12.0 الcomposer هنا بيقول لي أنا ممكن أعمل update أو الinstalled version واخد بالك الinstalled version 12 13.0 يعني هو automatic لمّا نزّل الproject ده وعملت له composer update أو composer require كذا، فهو نزّل الversion ده، أنا ما قُلتلوش 13 ولا جِبت سيرته، بس هو الlatest version الlatest minor version داخل الmajor هو 13 فنزّل ال13 عشان قُلت له caret operator تمام. نفس الفكرة بقى فبس، فأتمنى يعني يكون الدنيا وضحت معاكم، وإن شاء الله أشوفكم في مواضيع تانية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.